هنتفرج النهارده على مجموعة فيديوهات ليوسف صبري. يوسف صبري هو entrepreneur او رائد اعمال، يعني سي او لشركة اسمها Virtual Courses Now، وسي او لشركة اسمها Virtual Worker Now، وبيعمل بودكاست اسمها يوسف صبري مايند سيت. ده هيعمل كذا حاجة. بس هو مؤخرا شد الانتباه عشان واضح ان فيديوهاته ابتدت تنتشر، وابتدت الناس تبص عليها وتقول ايه ده؟ ايه ايه اللي هو بيقوله ده؟ فقلت بقى انا اخش اتفرج على الكلام بتاعه ده، واكتشفت حاجات كنتش اتخيل ان هي لسه بتحصل، كنتش اتخيل انها بتحصل من 2015 مثلا. فتعالوا بقى نتفرج على مجموعه فيديوهات كده عشان تفهموا بالظبط انا بتكلم في ايه. ده كان اول فيديو تقريبا شفته، او اكتر فيديو خلاني عايز استثمر شويه وقت في الموضوع ده. ريل استيت اكتر حاجه عملت مليونيرز في العالم ايه؟ حاجتين، ريل استيت وستوكس انفستمنت. اكتر حاجه عملت، انا بعشق ريل استيت عشان از ذا سيفست. انت ممكن تروح تشتري شقه دلوقتي، ممكن تحوش 20,000 جنيه تشتغل شغلانات حتى بتديك 4000 جنيه في الشهر، تحوش لمده سنتين. هتعرف تحوش 20,000 جنيه ولا لا؟ اكيد هتعرف. اني شقه، او شقه دي فين بالظبط؟ هو في اي شقه في مصر ب 20000 جنيه، او مقدم بتاع 20000 جنيه؟ ولا انا سايب بلد بقالي كتير ومش عارف، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه اللي هو إيه اللي بيتقال ده؟ يعني انا هحوش 20000 جنيه احطهم مقدم في شقه، وكده بقى دخلت الريل استيت؟ طب انا اجيب لي 20000 جنيه، اجيبها مش فاهم حاجه. ال 20,000 جنيه انت ممكن تنزلها تحطها مقدم في شقه. مقدم في شقه ده هتدفع عليه اقساط بعد 5 سنين من الكلام ده. هيبقى عندك مثلا 200,000 جنيه موجوده في المقدم ده. ال حلو. 200,000 جنيه دي انت ممكن تبيع الشقه وتاخد ال 200 دول وتروح تشتري 4 شقق، تحط مقدمات على 4 شقق ما اصل شقه ب 25000 بقى، فانت تحط 4 شقق، يعني مربوحه اهي. دي. فانت ممكن تبقى ريل استيت انفستور من وانت صغير، بس لازم يبقى في بلان، لازم تعمل بلاننج. شوف الشقق بكام، واو. شوف المقدم ده بكام. طيب انا لو حوشت، طب هدفع قد ايه مقدم؟ ممكن لما يبقى عندك 30 سنه يبقى اوريدي عندك 4 5 شقق، عشان انت بادئ من وانت صغير. لو انت عايز توصل، لو انت عايز تعمل حاجه، انت ممكن من دلوقتي. انا كان نفسي ان انا ابقى اعرف الكلام ده من وانا عندي 19 سنه 20 سنه. اتعلمت الكلام ده وانا عندي 27 سنه 27 سنه 28 سنه في 17 سنه. تخيل دلوقتي، وحط هدفك ان انت يبقى عندك 30 سنه هيبقى عندي 5 شقق، واحسبها. وانا اروح اشتغلت ده، واشتغلت اوبر، وبعد اشتغلت في ويب ديفلوبمنت، عملت فريلانس. ده الحمد لله ما حدش قال لي الكلام ده وانا عندي 17 سنه، عشان كنت هخسر تقريبا فلوسي وهعيش في ستريس طول حياتي ان انا محتاج احط مقدم شقه مش موجوده اصلا سعرها ده. تمام، هتعرف توصل في الريل استيت انفستمنت. بعد كده هتفهم الريل استيت كويس، هتقدر تبيع لناس ثانيه وتعمل كوميشنز. اوكي، فهو الفكره الاساسيه هنا ان انت تحط مقدم شقه وتدفع قسطها، على اساس ان القسط ده مش حاجه، يعني ده انت كده كده حطيت مقدم خلاص بقى انسى الحياه، وتدفع قسطها. وبعد كده تيجي بعد فتره هتكون معاك الشقه دي كلها كاسيت، فتقوم بايع الشقه يا باشا، وبالفلوس دي تقوم مشتري، فاهم، 4 شقق تانيين. ما انت استثمرت بقى وكسبت، وتبدا تاني وتمشي الدنيا كده. ده على اساس ان في شقه ب20000. فطبعا هو بيقول بعد كده ان هو بيدي مثال، مش انه بيتكلم يعني ان ب20000 ده هو الرقم. هو كتب هنا اهو: realistic deposit will be between 150 ل 200 ألف and up. But do you think if you tell a 17-year-old kid to save 150 ألف they will see it as realistic? No, it's about the idea, a way of thinking. طبعا ده حاجه ملهاش اي معنى. يعني انا ممكن ادي اي امثله بقى في الحياه، عشان هي امثله بس مش مهم المثال. انا مش بتكلم في المثل واقعي، لا، انا بتكلم في اني ادي فكره. يا سلام، انا مثلا واحد يكلمني يقول لي انا عايز ادرس في كندا، فاقول له تمام، انت قدامك حل من الاثنين: تقدم على سكولرشيب، او لو مش هتعرف تجيب سكولرشيب يبقى تحوش كام السمستر؟ ب $7000. فلو حوشت كل سنه $1000، شوف بقى يا معلم، بعد سنه هيبقى عندك فلوس تخش سمستر واحد. ما اتكلمناش بقى لسه في سعر المعيشه والايجار والحياه. بس تنفع. انا حطيت في دماغه فكره، هو لو حوش، اكيد طبعا التحويش حاجه مهمه، وممكن نقول للناس عن ان هم يحوشوا ويستثمروا فلوسهم. كان في الدحيح كان عامل حلقه كويسه جدا عن تفاصيل الاستثمارات وكل حاجه بتديك ايه وما بتديكش ايه. ده المحتوى اللي انت محتاج تبص عليه لما تكون بتفكر في فكره الاستثمار، مش المحتوى اللي بيديك مثال مش واقعي اصلا ويقول لك اصل انا بس بديك الفكره مش انت عندك 17 سنه. المشكله ان هو عنده 17 سنه. انت بتيجي تكلم واحد عنده 17 سنه تقول له الكلام ده، ما تعرفش هو هيصدق منه قد ايه، او هيفهم قد ايه منه اكزامبل وقد ايه منه حقيقه. هو اكيد مفيش حد عاقل هيفتكر ان في اي شقه هنصلح حتى عنده 8 سنين هيفتكر ان في شقه ب 20000، المقدم بتاعها ب 20000 جنيه. بس انا ما ينفعش ادي واحد مثال ملوش اي واقع وملوش اي معنى في الحياه، واجي اقول لك انا بس بحطه على اول الطريق. لا،
قول له ان انت عشان تشتغل، قول له ان انت عشان تعمل شقه انت محتاج 150,000، فدي حاجه صعبه جدا مش سهله. فهمه ان انت عشان تعمل كده انت محتاج تقوي مهاراتك مثلا. عشان تقوي المهارات بتاعتك فتعرف ان انت تشتغل شغلانات كويسه فتعمل فلوس كويسه فتقرب اكتر من فكره ان انت تحط 150,000. مش هقول له بقى انه محتاج تحط اي مبلغ وخلاص. بعدين مجال الريل استيت على اساس ان هو ده اسهل حاجه يعني هو طبعا مجال فيه ربح كتير، مع انه بابل بنت لذينه يعني محدش لسه اصلا فاهمها. كل شويه بكل كام سنه بيحصل ازمه، ومع كل ريسيشن بيحصل مصيبه، بس ما علينا. بس مجال الريل استيت ده اي حد يقدر يبدا فيه كده. المهم بس تحط شويه فلوس على جنب. يعني الناس كلها ما بتفكرش ان هي تعرف تحط شويه فلوس على جنب عشان تحطهم في ريل استيت قبل كده، واحنا اللي مره واحده اكتشفنا الموضوع ده يعني. ما ينفعش يا معلم الكلام ده. يعني قول له حاجه واقعيه شويه. قول له انت عندك 17 سنه اشتغل يا عم، اعمل حاجات مش تقدر تعملها بعد 10 سنين وعندك 27 سنه. بهدل نفسك واعمل اكتر فلوس ممكن تعملها في الدنيا. بس ما يبقاش الرد كده اللي هو ايه، ادي اهي خطوات اهي واضحه وصريحه انت بس اعملها. بعملها بقى باي ارقام، انا بدي مثال بس، اعملها برقم عالي شويه برقم اقل، بس هي دي الخطوات. لا طبعا مش دي الخطوات. يعني ايه بس ان انت تقوم واخد شقه فتبيعها فتكسب فيها فتحطها في 4 شقق تانيين؟ يا ريت الموضوع كان بالسهوله دي. طبعا الناس دخلت في الكومنتس عماله تقول له اللي بتقوله ده ملوش اي معنى، ايه الكلام اللي ملوش اي اساس من الصحه ده. هو بيقول لهم كده كده انا بقول في الفيديو روح دور على اسعار، بس في ناس مش عايز تسمع. يا باشا ده مثال، انا قلت في الفيديو روح دور على اسعار وخطط حياتك. طب ماشي، ما بتقول له روح دور على اسعار وخلاص وخطط حياتك، ايه لازمتها بقى ان انت تدي مثال ملوش اي معنى؟ طبعا هو لما لقى في تعليقات كتير كده عمل فيديو عشان يوضح اكتر. وضح كذا حاجه عن الفيديو اللي فات يا جماعه، عشان الناس كتير قوي بتكتب في الكومنتس، وده بيزعلني عشان دول الشباب، ولازم نفهم الشباب طريقه تفكير. تمام. طبعا مفيش شقه الواحد ممكن يجيبها ب 20,000 جنيه مقدم، مفيش الكلام ده. بس انت بتتكلم ناس عندها من 13 سنه ل 17 سنه. دي هنا للايه، للناس اللي اكبر شويه اللي بيردوا على الكومنتس. انا شايف ناس فوق ال 25 سنه وبيردوا على الكومنتس. ما بالظبط، عشان اي واحد تقريبا فوق ال 20 سنه هيقولك اللي انت بتقوله ده كلام ملوش اي معنى. فبالتالي ما نقولش من الاول للناس امثله مش حقيقيه. انا متفاهم ان هو فعلا بيحاول يساعد الناس ودي حاجه كويسه، بس يعني لازم ناخد بالنا برضو احنا بنتكلم شباب صغيره. عشان شباب صغيره عندها حماس وعندها افكار، وفي نفس الوقت بيتحط تحت ستريس مش طبيعي، ان هو كمان عايش في مصر فهو مضطر انه يفشخ نفسه ويبهدل نفسه 24 ساعه. فانت بتحط في دماغه انه لا ده انت محتاج تحط وتحوش وتعمل. مش كل الناس عندها المقدره دي، ومش كل الناس هتقدر ان هي عندها 17 سنه. انت تخيل 17 سنه مش قاعد في الجامعه، يعني هو في الجامعه وفي الغالب لو هيبقى بياخد فلوس غير مصروفه فهو بياخد فلوس من شغل، في الغالب شغل اي كلام او شغل على قد ما ان خبرته في الحياه. فانا بقى اقوم قايل له لا تحوش يا معلم فلوس. في ناس هتعرف تعمل كده وفي ناس مش هتعرف تعمل كده. في ناس بتبقى جايه بتدفع ايجار. الموضوع مش بالسهوله دي. وبيزعلني عشان في ناس تقول لا مش هتقدر تبقى مليونير لو معكش كابيتال. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. والكلام ده هي دي المشكله، ان الشباب مش بتبدا. المشكله ان احنا نقول لهم لا مش هتقدر عشان معكش فلوس، لا مش هتقدر تبدا عشان معكش فلوس. ممكن اي حد يبدا في الريل استيت بس ينظم نفسه في 20 سنه، وبعد 20 سنه مش لازم يبقى مليونير، بس ممكن يبقى معاه 3 4 شقق. مش اي حد يقدر يبدا في الريل استيت من غير كابيتال. تمام، يعني ايه هتبدا في الريل استيت من غير كابيتال؟ هتجيب منين؟ هو ده اللي بحاول افهمه، وهو ده عشان كده هو مدي مثال بتاع 20,000 جنيه. هتجيب فلوس منين عشان تعرف تشتري شقه لو انت معكش كابيتال؟ ولا هو فاهم معنى كلمه كابيتال اصلا ايه؟ ولا انا متهيألي انت محتاج فلوس تدفع بيها قسط، تدفع بيها قصدي مقدم عشان تخش في قسط. القسط ده لوحده اصلا مش قليل. يعني انت لو دفعت 20% من تمن شقه فانت بتدفع قسطها على مدار حبه حلوين. فانت عايز تقول انه ماشي بعد 20 سنه هيبقى معاك فلوس كفايه ان انت معاك شقق كفايه. الفكره مش بس في الفلوس، فكره في الفلوس كمقدم. الفكره كمان في هل هتقدر تدفع اقساط لمده 20 سنه؟ دي الحياه مش عباره عن خطوات بتحصل واحده ورا التانية. في 500 حاجه بتطلع، وفي عيا وفي امراض وفي بلاوي سودا. فيا ريت بس نوضح، يعني فاهم، وضح الحاجات دي كلها عشان الناس تبقى فاهمه هي داخله على ايه، بالذات لو شباب صغيره. ممكن يبقى معاه كذا حته بيس اوف ريل استيت لو لعبها صح. والبنوك بتساعد دلوقتي. البنوك بقى بتدي تمويل عقاري بكل سهوله يا معلم. انت ايه اللي موقفك؟ فطبعا مفيش شقه ب 20,000 جنيه، تمام. بس الفكره ان انت تحوش تشتري حاجه It's all about the mindset bro. تعرف بعد 5 سنين هتبقى بكام وتبيعها، او تاخد عليها مورجج تاني وتجيب واحده تانية وثالثه ورابعه وخامسه وتأجرها وتدفع نفسها لمده 5 سنين، وتعرف تشيل منها فلوس او تبيعها وتروح تشتري واحده 2 3. هي دي الفكره من ورا الفيديو يا جماعه. الفكره من ورا الفيديو مش هقول لهم حوش 20,000 حوش. انا بكلم ناس عندها
13 14 15 سنه. لازم تكلمهم تفهمهم الفكره من وراها بس. ما تقولهمش بقى افكار مش صح. فيديو بعنوان مش الفلوس اللي بتحرك الناس، الهدف بيحركهم. ما بتشتغلش اجمد عشان الفلوس، الناس بتشتغل اجمد واحسن عشان هم رايحين فين، عشان السبب، عشان الميشن، عشان البيربس بتاعها. الفلوس ما لا والله انا بروح اعمل انترفيو بيقولوا لي مرتب 10000، بقول لهم لا ثانيه واحده، الميشن ايه؟ الميشن مش حلوه، سوري انا راح اشتغل في الشركه التانية بتديني $3000 عشان عندهم ميشن، عندهم فيجن، وفيجن مع ميشن ايكوال جولز، وانا عايز جولز. الناس ما بتشتغلش عشان فلوس، ما بيشتغلوا عشان ايه؟ عشان ميشن. في واحد بيروح يقدم على شغلانه عشان ميشن بتاعتها ايه؟ يعني ماشي اكيد في ناس بتعمل كده، بس الاغلبيه العظمى من الناس محدش يروح يقدم على شغلانه عشان يقول لهم الميشن بتاعتكم ايه، وعايزين فلوس يا معلم، فلوس هي كل حاجه، هعمل ايه تاني؟ طيب ده شغل يعني، مستحيل ابقى بفكر في الميشن بتاعت الشركه، افكر في الميشن واخد معاها فلوس بقى كمان. الناس بالذات الحته دي في المصريين ولا فرق معاهم. يا عم انا بقعد مبسوط في البيت مش محتاج اي حاجه. اغلبيتهم لو قلت لهم انا هديك زياده هو يا عم انا مش، بس لما بالذات المصريين بقى معلم، انا مش عايز فلوس يا معلم، انا عايز اقعد اريح بقى كده ودماغي وبتاع، انا عندي فلوس كتير قوي، جت على الحته دي يا عم هديك فلوس زياده، لا مش عايز فلوس زياده انا عايز انام. ازاي يعني؟ هو ايه الكلام اللي انا بسمعه ده؟ المصريين اللي هم يعني ناس مطحونه وطلعان دينها طول الوقت، وبيشتغلوا شغلانه واثنين وثلاثه عشان يكفوا مصاريفهم، لما تيجي تقول لهم خد فلوس يقول لك لا مش عايز يا معلم انا مرتاح كده وبتاع. وين يا عم فيها ايه؟ طب لو واحد مرتاح ومش عايز فلوس اقول له لا لازم تشتغل اكتر وتاخد فلوس اكتر؟ يا عم انا مبسوط. ايه اي كلام ده؟ يعني ازاي الحاجات دي لسه بتتقال دلوقتي؟ يعني زمان بقى كنا مثلا نسمع الكلام ده ونحس انه يا موتيفيشن ومش عارف ايه، انا عايز اغير العالم، بس يعني عدى شويه وقت ان احنا خلاص الكلام ده بقاش ليه اي معنى. انا ممكن اكون مثلا بشتغل شغلانه ومستقر وباخد فلوس كويسه، فاجي ساعتها اقول لا مش عايز زياده عشان انا عايز اقعد مع عيلتي، عايز اخلف، عايز اشوف هواياتي، عايز اعمل اي حاجه، انا حر. انما مش ده يعني الجنرال اتيتيود بتاع المصريين، اللي هم بيقولوا لا شغلانه ايه بس عارف لو اديتهم ميشن هيقول لك لا يا معلم هات الشغل اكتر. يعني في فعلا سبب هم مهتمين بيه فعلا، هتلاقيهم دبابات شغل. اختار التيم بتاعك يبقى مصدق في الميشن بتاعتك. في الاول على فكره الفيجن مش هتبقى واضحه ليهم، مش هيبقوا فاهمين. بل لما بدات الشركه لما كان معانا 5 موظفين كنت بقول لهم يا جماعه هيبقى عندنا 100 موظف، ما كانوش مصدقين ازاي هيبقى عندنا 100 موظف. دلوقتي احنا عندنا فوق 400، الجول دلوقتي 10000 موظف. دلوقتي لا الناس شايفه احنا رايحين فين، فاهمين الفيجن. يا جماعه احنا هنغير نظام التعليم، هنغير ازاي لازم الناس تتعلم وتعمل فلوس. هم دلوقتي شايفين ده عشان اوريدي جبنا ناس في VCN، اوريدي علمناهم، اوريدي خليناهم يعملوا شيفت كارير، اوريدي خليناهم يعملوا فلوس. فهم شايفين الفيجن. ممكن الموضوع بياخد شويه وقت، ممكن يكونوا متفقين معاك مع الفيجن بس لسه مش شايفينها بالظبط. مع الوقت بيشوفوها، ومع العواقب والمشاكل ولما بتطلع منها بيشوفوها كمان اكتر. اختار تيمك صح. الناس ما بتشتغلش اجمل. طبعا اللي هيقول الكلام ده مين؟ يعني هل مثلا هيجي واحد موظف حتى او سينيور يعني هيقول مهم الفلوس مهم الميشن؟ لا، اللي هيقول كده في الغالب هيبقى صاحب الشركه نفسها، لانه هو في مصلحته ان انت تبقاش تفكر فلوس، مصلحته ان انت تفكر في الميشن. انت لو بتفكر في الميشن وهو قدر يقنعك بانه لا احنا عايزين نغير الطريقه اللي الناس بتاكل بيها، احنا جايين هنا نغير الفاينانشال سيستم كله يا معلم، هتركب معانا الرايد دي وتوصل للجول بتاعنا ولا هتفكر في الفلوس يا برو؟ صاحب الشركه هو اللي يقول كده، لان صاحب الشركه عايز فلوس، صاحب الشركه عايز منك حاجه واحده بس، شغلك. هو عايز شغلك في مقابل انه يبيع شغلك ده عشان يكسب بيه فلوس. وهو تقريبا الفكره بتاعت يوسف صبري او الشركه بتاعته ان هو بيدي كورسز وبيشغل ناس عنده يعملوا حاجات معينه لكلاينتس تانية عنده. فصاحب الشركه هو اللي هيديك الكلام ده علشان انت تشتغل له وتدفع تعمل شغل اكتر بفلوس اقل، فيقدر هو ياخده ويبيع الشغل ده ويكسب فلوس اكتر. بس هي دي كل الفكره. فعشان يحمسك انك تعمل كده يقوم قايل لك ايه الميشن، وايه الكلام بتاع سيليكون فالي اللي هو لا يمكن يمشي هنا ده. حلقات اللي بالله العظيم انا مش عارف ليه الحاجات دي لسه هنا اصلا لغايه دلوقتي. حتى بس لما عملنا اول مبيعات يعني اللي هم $100,000 مبيعات في السنه، دلوقتي الحمد لله يعني كذا مليون دولار في السنه. كنت مبسوط عشان اثبتت لنفسي ان انا اقدر اعمل حاجه انا بحبها، واكتشفت ان انت تبقى ناجح في الحياه ملهاش دعوه ان انت كنت شاطر في المدرسه او ان انت معاك فلوس كويسه، وفعلا اللي انت محتاجه ان انت تشتغل على نفسك. طيب تعالوا بقى نشوف اصلا هي الشركه دي عباره عن ايه ولا بيعملوا ايه اصلا.
أنا اسمي يوسف صبري مؤسس شركة Virtual Worker Now Virtual Courses Now. Hello, my name is Jonathan Kendall, co-founder and executive director of a company called Virtual Worker Now. It's a Canadian company, but we mostly work in Egypt. مفيش وقت في تاريخ العالم كله في فرص أكتر من الفرص اللي موجودة النهاردة. انا مش عارف ده مبني على اساس ايه بالظبط، بس ماشي. عشان بقى عندنا اكسس لانفورميشن عمرنا ما كان عندنا زمان. مش عشان انت خلصت جامعه يبقى خلصت تعليم، بالعكس لازم تبقى كل يوم احسن من اليوم اللي قبله. I was a client of Virtual Worker Now. One of my previous companies, I hired video editors and graphic designers from Yusuf's office. I was really impressed by the talent that Yusuf was able to get us. Whenever you are scaling your company, you need to have the right team around you. And so eventually we combined forces to scale the company. ودلوقتي احنا شايفين في كميه شركات طالعه من مصر، شركه زي جوميا مثلا بتكسر الدنيا، وناس متخرجين من جامعات مصريه. بس هي طريقه تفكير يا جماعه، مش فارقه انت متخرج من اي جامعه، اللي بيفرق انت بتشتغل على نفسك قد ايه وانت عايز النجاح قد ايه. الفكره كلها في المايند سيت يا برو. طبعا ده كلام كله جاي كده ايه، متجعلص وجاي مع ميكس كذا حاجه في نفس الوقت. ميكس جاري في، حد عارف جاري في؟ فاكرين كان جاري في كان جات له كده فتره، انا نفسي والله كنت بتفرج عليه جاري في ده زمان. جاري فينرتشوك ده بقى مثال لاي حاجه، مثال ولا حاجه. عاشق لايه؟ لان هو يطلع يقعد يقول كلام كتير عن البيزنس وازاي تكبر وازاي تعمل وبتاع. هو نصاب كبير جدا. جاري في، تاي لوبيز، كل العيال اللي هم بتوع البيزنس جوروز دول، اللي هم بيطلعوا ويقول لك انا هعمل لك تعمل 1 2 3 عشان تكبر البيزنس بتاعك يا معلم. بس ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه دلوقتي يعني. بس الموضوع ده، الحاجات اللي هو بيحطها بتفكرني قوي بالكلام ده، لان هو عامل زيه كده، اللي هو ايه، حاجات سريعه جدا ملهاش اي وزن وما فيهاش اي تفاصيل، بس شغل، بس حمس الناس يعني. زمان جدا مع ساره اختي. ساره اشهر مني بكتير واحسن مني بكتير في السوشيال ميديا. انا ما كنتش شاطر قوي، كنت بعمل معاها فيديوهات مضحكه على انستجرام، وكنت بفهم انستجرام كويس جدا، وكنت عايز ابتدي يوتيوب شانل. الكلام ده ممكن من 3-4 سنين. فكنت ابتديت اتفرج على لوجن بول وجيك بول ازاي بيعملوا اليوتيوب بتاعهم. ما هو في برضه في الستايل بتاعه من لوجن بول شويه، وازاي بيعملوا فلوس وكل ده، وده سخني قوي على السوشيال ميديا. في ساعتها كنت شغال بقى ويتر، سكيورتي، بنظف عربيات. كنت باجي احاول اشتغل مع نظف عربيات فين بالظبط يا معلم؟ طبعا لازم نيجي نتكلم بقى، نقول كنت بشتغل سكيورتي او كنت بشتغل ويتر فين. لو في كندا او في امريكا فدي حاجه طبيعيه جدا، دي حاجه عاديه جدا، ده كل الناس تعدي بالمرحله دي من حياتها. مش معنى كده ان انت يعني كنت ايه في قاع المجتمع. also في ناس بيشتغلوا ويترز هنا في كندا وما بياخدوا في الغالب اكتر مني، وانا بشتغل فول تايم في شغلانه مكتب يعني. لما دخلت على في جروب اسمه Don't Work There، الناس بتكتب فيه زي ريفيوز زي جلاس دور كده، الناس تكتب فيه ريفيوز عن الاماكن اللي اشتغلوا فيها، بينصحوا ناس، يقولوا لهم ياخدوا بالهم من ايه ويشتغلوا ما يشتغلوش هناك عشان مرتبات، معامله اكس، اي حاجه. فانا فعلا في حاجات هناك مقلقه ومش كويسه، وكنصيحه بجد مش بهزر يعني. بس انا شايف ان هو يوسف المفروض يخش على الحاجات دي ويعرف الناس اللي اشتغلوا هناك بيقولوا الكلام ده ليه، او لو ده كلام مش صحيحين فيه، لان هو في حاجات توكسيك خالص، توكسيك يعني، اللي هي ما تطلعش غير من الانتربرنورز. هو واحد هنا بيقول لك نصيحه لاي حد ما اشتغلش في فيرتشوال وركر ناو. يبانوا في الاول كويسين وبعد كده بيقرروا ان الكلاينت هو اللي يدفع لك مرتبك، فلو مشي بيرفدوك فورا بدون اي مقدمات. وطبعا مش بيقولوا كده، بيتلككوا ويقولوا ان بيعملوا داون سايزنج. فلو اي حد جاله فرصه شغل وهو اصلا بيشتغل، اوعوا تسيبوا شغلكم عشانهم. مفيش اي بروفيشناليزم، والاكزيت انترفيو بيكون في منتهى قله الادب. اجان ممكن ده يكون انونيمس، واحد بيتبلى عليهم، بس عشان هو بيتبلى عليهم لازم تخش وتقول ده بيتبلى عليا، كان ما حصلش. وتشوف بقى الكومنتس كلها اللي هي مش انونيمس، فيها ناس زي ما احنا شايفين. واحد بيقول من سنه كده كلموني وقالوا لي في كذا تيست، فبعد ما عديت اول تيست لقيت التاني عباره عن امتحان اي كيو محتاجين ساعتين بس هم عايزينه في 30 دقيقه، وانا دخلت تيست اي كيو قبل كده وعارف. بعدها كلموني قالوا لي تمام مش لازم التيست ده وانت عديت للتيست اللي بعده. طلبوا تاسك الشغل تحتاج 5 ايام، في ظرف يومين قلت والله ما هعملها. شهر 4 اللي فات ريكروتر من عندهم بعت لي على لينكدين ان عشان اقدم معاهم، بعدها بيومين بعت لي انه مبقاش شغال معاهم ونترفد بدون وجه حق. دي حاجه مش لطيفه ولازم نبص عليها ويعني تتحل قبل ما نقعد نقول للناس ازاي تكبر البيزنس بتاعك وفيرتشوال وركر ناو وفيرتشوال كورسز. يلا يا برو، اتس اول اباوت ذا مايند سيت. نشوف اصلا الناس اللي بيشتغلوا عندنا مبسوطين ولا لا. لو احنا عندنا 300 400 موظف، هل بياخدوا حقوقهم؟
هل 300 400 موظف زي ما اوبر كده عندها ملايين الموظفين بس ما بتديهمش حقوقهم ولا بتتأمن عليهم ولا تديهم هيلث بنفيتس؟ ومليون وقصدي 300 مليون 400 موظف علشان اسهل ان احنا نريكروت ناس هنا في مصر وما يديهمش حقوقهم ونعمل منهم فلوس بان احنا نخليهم عماله رخيصه زي الكول سنترز بتعمل. قبل كده قدمت عندهم، بعتولي ميل بطبيعه البروسيس بتاعتهم، وكان في كام تيست وكده، وكاتبين لو شايف ان قعدت تيست التستات كتير هتخسر فرصتك انك تشتغل معانا. قلت بسيطه وكملت قرايه الايميل. اي حد يطلع له اعلان شغل على وظف في شركه فيرتشوال وركر ناو ما يقدمش، ما يخش انترفيو، يعمل لهم هايد. ليه؟ عشان مفيش تامينات، مفيش شفافيه، مفيش اداره، كل المديرين ولا حاجه غير عبد الاداره، كل وعودهم كذب. ممكن في اي لحظه يوقفوا شغلك ومرتبك ويقول لك هنرجع لك لما نلاقي لك شغل. مفيش اساس للفصل غير ان موظف ما جاش على مزاج صاحب الشغل. كل نشاطهم ملتوي، غير قانوني. ده تحذير. لا، هم عندهم رخصة بس ما عندهمش تأمينات ولا طلبوا جواب طبي. كل ما حد يسأل الرد جاهز ان مكتب العمل مش راضي يسجلكم كلكم في 350 400 موظف، ومقسمينكم مجاميع من 10 كل شهر بندخل شوية بس مفيش موظف واحد في اي قسم تأمن عليه. اكتر مكان مستفز شفته في حياتي، قابلت في الانترفيو وعملته، وبعدين عملت تاسك وعجبهم جدا. انتظرت سالري محترم، سالري اي كلام حرفيا، ومواعيد مقرفه، بتاخد اجازات في اعيادنا ولا في اعياد بره. ولما عرفت كده اعتذرت طبعا. انا برضو قدمت هناك، ولما جالي تاسك 6 صفح بديدلاين ساعتين ومش مدفوع، حسيت انها حاجه غريبه جدا وفكست. مكان مريب. فحاجه مش لطيفه بصراحه، حاجه مش كويسه خالص. لازم تبقى حاجه مهمه بالنسبه لاي حد يعني بيبريزنت themselves على اساس ان هو بيزنس وبيزنس انتربرنور بقى وشغل عالي كده. فلازم يشوف الاول الشركه نفسه بتاعته عامله ازاي.